السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم تحلية بذوق البرتقال. بما اننا في موسم البرتقال قلت نستغل الفرصة ونحضر معكم هذه الوصفة تفرحوا بها عائلتكم، خاصة الاطفال. تجي بزاف بنينة ومنعشة، سهلة التحضير وبمكونات بسيطة. واذا عجبتكم الوصفة طبعا ما تبخلوش عليا بجيم واشتراك في القناة. والآن نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نحتاج هنا نصف لتر حليب كيلتهم بالكاس تاع 220 مليلتر، ونضيف لهم 3 ملاعق سكر عادي بالنسبة للسكر حسب الذوق، وزدت ضفت عليهم 2 ملاعق كبار تاع المايزينا أي نشاء الذرة. نخلطوهم مليح على البارد، يعني قبل ما نحطوهم على النار لازم نخلطوهم مليح مليح هكذا. وبعدها نوضعهم على النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط تاعي، ونشوفوا باللي بدا يغلي، ونلاحظوا هذوك الفقاعات على الجوانب نطفوا عليه النار. ومباشرة نروحوا نفرغوا في الكيسان اللي نقدموا فيه هذه التحلية. وهذه بالنسبة للطبقة الأولى، نخليه حتى يبرد مليح ويتماسك، وإذا كان الجو سخون تقدري تحطيه في الثلاجة حتى يتماسك بسرعة. نروح الآن نحضروا الطبقة الثانية. بالنسبة لهذه الطبقة نحتاج 2 كيسان تاع عصير البرتقال، نصفوهم حتى نتخلصوا من هذوك الحبيبات اللي يجوا في البرتقال. نضيف ملعقة ونصف من المايزينا يعني نشاء الذرة، ونضيف كذلك 2 معالق كبار تاع السكر، وهنا السكر يكون حسب الرغبة، إذا كانت تينا قارصة نضيفوا 3 ملاعق. نخلط المكونات مليح مليح حتى تذوب المايزينا والسكر. بعدها نوضعهم فوق النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر أيضا. ولما تعقد هذه الكريمة ونشوفوا انها بدات تغلي وتدير هذوك الفقاعات، نطفي عليها النار مباشرة. هذو هم الفقاعات كما راكم تشاهدوا هكذا. نروح نفرغوها فوق الطبقة الأولى مباشرة. بعد ما تكون هذه الطبقة الأولى تماسكت نزيد نفرغوا عليها كريمة البرتقال. كما شفتوا البنات غير بشوية حليب وشوية تاع عصير البرتقال رانا درنا التحلية ما شاء الله، تفرحي بها وليداتك وما تديلكش كامل الوقت هكذا. ونكملوا نعمروا كامل هذوك الكيسان تاع التحلية تاعنا. واللي حبت دير كمية كبيرة تستعمل ريتل حليب وتضاعف المقادير تاع المايزينا والسكر، وهكذا تحصل على كمية كبيرة على حساب عدد الأفراد تاع العائلة تاعها. ولما نكمل نعمر هذوك الكيسان تاع التحلية نحطهم في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك معنا الطبقة الثانية، ونروحوا إلى تزيين هذه التحلية. أنا هنايا استعملت في التزيين القليل من الكاوكاو المرحي هكذا. وأما بالنسبة للتزيين تقدري تزينيها حسب الرغبة تاعك وكل واحد والذوق تاعو هكذا. بهذه الطريقة هكذا نوضع القليل من الكاوكاو في وسط التحلية هكذا. إذا هذه هي التحلية تاع اليوم راهي واجدة، نتمنى تعجبكم. تجي بنينة بزاف، تجي رائعة المذاق منعشة. ما عليكم غير تجربوها واعطوني آراءكم في التعليقات، وما تنسونيش خياتي بجمل الفيديو للتشجيع. وهذه هي يا بنات، نقولكم تبقوا على خير في فيديو قادم بإذن الله.